مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. اجمل فطاير قطنيه وهشه ممكن تعملوها. يلا مع بعض نشوف طريقه الفطاير القطنيه الهشه دي. من نص كيلو دي عملنا المهرجان الكبير قوي ده. اقتصاديه جدا وعلى قد ايدينا، وان شاء الله تعجبكم. وبسيطه قوي، ويعني ما فيهاش تكلفه اعتقد خالص يعني. ومقاديرها كلها عندنا في البيت، تنفعنا للمدارس وتنفعنا للفطار وتنفعنا للعشاء. موجودة في أي وقت يعني كده، تسد معاكي في الزنقة. جربيها مش هتندمي أبدا، أجمل فطاير ممكن تعمليها. ويلا نشوف الطريقة والمقادير. نص كيلو دقيق، 4 كوبايات. حطيت عليهم معلقتين سكر كبار، نص معلقة ملح صغيرة ممسوحة. حطيت ربع كوباية سمنة على زيت، أو ممكن زيت بس وما سمنة بس، زبدة المتوفر عندك. خلاص، معلقة خميرة صغيرة ومعلقة خل كبيرة من بتاعة الأكل. الخل ده محسن عشان يديني الهشاشة للمعجنات بتاعتي. هنا بقى هحط ايه؟ هحط معايا هنا معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة سكر، وكمان هزودها مية دافية لحد ما ايه تخمر معايا. هقلب كل المقادير، السكر والخميرة والمية، واسيبهم على جنب على ما اقلب الحاجات اللي في المكسر. هنا حطيت كوبايتين معلقتين لبن بودرة، او تحطي نص كوباية لبن. يعني لو حابة ممكن تستغني عنها لو انتي مش ما عندكيش يعني، بس انا حطيتهم يدوم قيمة غذائية للقرص بتاعتي او الفطائر بتاعتي. خلاص، هنا ما عجنتش لا بلبن رايب ولا بحاجه، لا تعجني بلبن لا بلبن بودره. انا مش عايزه طعم القرص يقلب على القرص، الفطاير على القرص الفلاحي. لا، انا عايزاها تبقى معجنات كده زي اللي بنجيبها من الافران. نزلت بقى بالميه بالخميره وهقلب العجينه. عايزاها عجينه قطنيه وهشه وما بتلزقش في الايد. هسيبها بقى تتعجن مع بعض 5 دقايق كده في العجان لحد ما العجينه معايا تلف وتبقى ناعمه. اخر حاجة خالص بحط معلقة زيت بنعم بيها العجينة بتاعتي. بس كده هطلع بقى العجين وهغطيه واسيبه يخمر نص ساعة كده. معلقة الزيت الاخرانية اللي بنعم بيها العجينة واسيبها بقى كده تخمر. شوفوا عجينة قد ايه في البولة، وهنشوفها دلوقتي بقت قد ايه بعد العجن. شوفوا ملت البولة ازاي. العجينة خفيفة قوي وجميلة جدا وفي منتهى الجمال، ناجحة ناجحة يعني معاكي ان شاء الله. هاخدها بقى اقطعها يعني ما بين 15 كورة ل 16 كورة. النص كيلو دقيق، كورة قد البيضة كده يعني، مش كبيرة قوي لانها بتنفش وحجمها بيتضاعف. هنا معايا عجوة، وممكن من غير عجوة، عجوة ناعمة عاملاها صوابع بالزيت، عجناها بحتة سمنة أو شوية زيت وعاملاها صوابع رفيعة. ودي عملتها معاكم كتير قبل كده. مسكت قطعة قطعة فردتها. شوفوا العجينة مغطيها طبعا بالكيسة في كل مرة. فردتها وحطيت فيها عجوة، يعني بتعملي العجوة تملاها يعني، مش حتة في النص لا، لأن لسه هبرمها كتير وهطولها كتير. هعمل بقى كل الكمية، اشيل بس الصينية. شوفوا لما بتلفيها بقى العجينة ناعمة في ايديك. طب لقيتي العجينة جامدة سيبيها شوية. وبعدين خدتها بقى بالشكل دوت علامة اكس، وبعدين لفيتها لف دوران كده وقفلتها وعملتها كده فطير. اخلي اللحام بتاعي من تحت، واخلي سمك الرول اللي انا عاملاه واحد يعني، ما اخليش حتة ارفع من حتة علشان تبقى حلوة معايا. وانا هشكل معاكم واحدة تانية. بس شوفوا سهلة جدا في التشكيل. بس احطهم بقى في صينيه واسيبهم. هنا معايا صفار بيضه او بيضه كامله، وحطيت عليهم ربع معلقه نسكافيه، او ممكن لبن عليه سكر عشان التكلفه تبقى اقل، وممكن ميه بسكر عشان برضو التكلفه تبقى اقل. وهدهن الوش كده بعد ما خمرت نص ساعة. وهشغل الفرن بقى على درجة حرارة 200. أحط سمسم، أحط حبة البركة زي ما أنا حابة. وانتي بتدهني ادهني بالراحة عشان ما تحبطيش العجين. شغلي الفرن على درجة حرارة 200. هحطها على الرف اللي في الأوسط وأولع الشواية، وهتبقى بالمنظر ده. أول ما تبدأ تاخد لون من تحت بطفي تحت وبعتمد على